حيت بغاو دمية من العائلة. دربوه شهور باش يتنفس بحال مايكل جاكسون، يوقف بحاله، يولي هو عملية استنساخ نفسي مرعبة. الهدف ضمان الولاء الأعمى. المحاميين مسؤولين على الورث عارفين باللي ممثل براني يقدر يفضح الكواليس، ولكن ولد العائلة غيخاف على الورث وغيسكت. جاب واحد من دمه باش يحرس السر اللي في البير، يستعملوا لحمه باش يبيعوا الوهم، ولكن واخا حاولوا يخبيو كلشي الماضي ديما كيرجع. الفيلم كان غيخرج في 2025 وتأجل 2026. علاش؟ حيت طاحوا في لغم قانوني ديال 1993، قضية جوردان تشاندرو الشهيرة. مايكل ديك الوقت دفع 25 مليون دولار باش يسكتوا العائلة، ووقع على بند السرية المطلقة. صناع الفيلم صوروا مشاهد كتجسد ديك المرحلة وخسروا عليها الملايين، وفجأة لقاو راسهم ممنوعين قانونيا يعرضوها. اضطروا يقطعوا المشاهد ويعاودوا التصوير ويزوروا التاريخ باش ما يدخلوش للحبس. المأساة الكبرى كطرى دابا وانت كتتفرج في هذا الفيديو. كاترين جاكسون ام مايكل اللي عندها 96 سنه واقفه في المحاكم وكتبكي وكتواجه المحاميين اللي صاوبوا هذا الفيلم، كتحاول تمنعهم يبيعوا تاريخ ولدها لشركه سوني. المبكي في الموضوع هاد المحامين كيخلصوا المصاريف ديالهم ضدها من الفلوس ديال ولدها الميت، كيحاربوا ام مايكل بفلوس مايكل. في النهايه هاد الفيلم خلاو واحد العباره مكتوبه قصتها مستثمره. الناس كيصحاب اليوم كيهضروا على الفن ديالو اللي ما كيموتش، ولكن لا، هما كيهضروا على البيزنس اللي ما غيساليش. مستعدين يديروا جزء تاني وثالث باش يخلصوا ديون ويجمعوا 400 مليون دولار اللي محتاجينها باش يعتقوا يوصهم. فيلم مايكل جاكسون ماشي تكريم لروحه، هو عملية سرقة قانونية قدام عينينا كاملين. فيلم مزوق فيه ألوان زوينة ورقصات كطير العقل، ولكن من الداخل خاوي حزين ومبني على دموع بنت مايكل وحسرة أم كتشوف تاريخ ولدها كيتباع في المزاد. مايكل مات في 2009، ولكن الحقيقة هي أنه مازال ما خلاوش يرتاح في قبره. واش نتوما مستعدين تخلصوا تذكرة باش تتفرجوا في كذبة زوينة، ولا كتفضلوا الحقيقة البشعة اللي عمرها غتعرض في السينما؟ خليوا لي الرأي ديالكم في تعليق، وخليوا دعوة بالرحمة لأي إنسان تعذب ومات وما لقاش اللي دافع عليه بالصدق. كان معكم عربينو، كنتمنى يعجبكم الفيديو. تشاو تشاو.